امبابي كسر رقم الظاهرة ويريد كسر رقم الأسطورة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في مباراة ريال مدريد ضد فياريال. امبابي سجل ريمونتادا أمام فياريال بعد ما كان فياريال متقدم بنتيجة 1-0 في الدقيقة 8. حينها كيليان امبابي سجل هدف التعادل في الدقيقة 17 وسجل هدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 23. فاز ريال مدريد على فياريال في أرض فياريال لأول مرة منذ 7 سنوات، وأيضا حقق 3 نقاط في المباراة وهو في صدارة الدوري. وكيليان امبابي أخذ جائزة رجل المباراة، وأصبح كيليان امبابي هو أكثر لاعب هذا الموسم تحقيقا لجائزة رجل المباراة ب 11 مرة. والصدمة كيليان امبابي بعد ما سجل هدفين على فياريال تعدى هدف رونالدو الظاهرة في موسمه الأول مع ريال مدريد. رونالدو الظاهرة في أول موسم سجل 30 هدف، وكيليان امبابي سجل 31 هدف في أول موسم مع ريال مدريد، ولا زال لديه 17 مباراة هذا الموسم. والصدمة الكبرى يتبقى كيليان امبابي 3 أهداف فقط ويتعدى عدد أهداف الأسطورة كريستيانو رونالدو في أول موسم له مع نادي ريال مدريد لما رونالدو سجل 33 هدف في موسم 2009-2010. وإذا استمر كيليان امبابي بتوهجه ولم يصاب سيصبح هو أكثر لاعب سجل أهداف في موسم الأول مع نادي ريال مدريد، لأنه يحتاج 8 أهداف فقط ليكسر رقم اللاعب التشيلي إيفان زامورانو ب 37 هدف في أول موسم له مع ريال مدريد. وفي وقتها سيكون كيليان امبابي هو صاحب أفضل بداية للاعب في تاريخ نادي ريال مدريد.